السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل احلى زيتون ممكن تاكلوه. بسم الله ونبدا بالمقادير. معانا 2 كيلو زيتون، عليهم حوالي كيلو ليمون، عليهم نص كيلو شطه او ربع كيلو حسب ما بتحبي، معلقتين حوالي جزره مبشوره، وكرفس اخضر، ومعلقتين هرس الشطه، وطبعا الليمون معصور. الليمون بنشقه شق واحد من الجنب، ووراكوا سايبالكوا انا شقته كله، سايبه الزيتونتين بس اوراكوا ايه هنشقهم ازاي. زي ما انتم شايفين كده شق واحد من الجنب، مش اللي هو ممكن تعملي مقفول بس ده بيقعد معاكي مدة أطول. زي ما شايفين كده شقناه كله من فوق لما لتحت. بس خلاص نبدأ بقى نطبق المقادير على بعضها. نفرغ الزيتون كله في طبق، طبعا غاسلينه ومنضفينه. ننزل عليه بالليمون، ليمون تقطع زي ما انت عايزة، حلقات، ارباع، انصاص، زي ما انت عايزة. ننزل عليهم بالجزر المبشور، ننزل عليهم بقى بالكرفس. الكرفس عشان بيدي الليمون للزيتون نكهة حلوة قوي، وبيديله كمان بيخلي لونه اصفر حلو، لونه بيفتحه بيبقى حلو. طبعا التحابيش دي كلها تتاكل، ما احنا بناكله الزيتون بعد ما يتملح بتتاكل برضه، ما بترميش. الشطه بنقطعها زي ما انتم شايفين كده عقل، او في قرون بسيبها لوحدها سليمه زي ما انت عايزه، وطبعا كميه الشطه اللي انت عايزه تستعمليها. نحط هرسة الشطه، ننزل بقى بعصير الليمون، ونقلب بقى كله على بعضه عشان ايه نجهز بقى برطمانات نعبيه فيها على طول. بس خلاص كده الزيتون يعتبر خلص. رش طبعا معلقتين ملح، ده غير الملح الاساسي اللي احنا هنعمله في الميه. بنستعمل لكل كيلو زيتون بنستعمل تقريبا لتر مية، عليه 6 معالق ملح. وبنحط عليهم برضو مقدار من الليمون المعصور، وبنظبط حدقهم، وبننزل بهم على البرطمانات بقى بعد ما نعبي كل الزيتون ده فيه. بس بنخلطه كله، وطبعا نكون منضفين برطمانات ومعقمينها. بنعقمها على النار، بنولع النار وننزل نغطي البرطمان من فوق كده، ننزله فوق النار شوية من بعيد. بس كده يبقى تعقم فوق زي الفل. تعبي بقى الزيتون كله فيه، الزيتون على الليمون على الشطة بكل حاجته اللي فيه دي. طبعا هتبقى بقى برطمان 2 3 حسب ما تاخد معاكي. الزيتون المشقق ده يا جماعة بيتاكل بعد 15 يوم بالظبط من ميعاد تخليله، وممكن يقعد معاكي لشهور، بس هو عايزة تبدأي تاكليه بيستوي بعد 15 يوم بالظبط. تفتحي عليه مش قبل 15 يوم. وبقى فيه مرارة خفيفة شوية للي بيحب كده، عايزاه يبقى يعني مرارة رايح منه خالص، خليه حوالي 18 يوم 20 يوم، يبقى كده تمام قوي. تاكل بقى احلى زيتون. الزيتونه بتكون مقرمشه، بيكون طعمها حلو قوي، والليمون برضو بيكون مخلل طعمه حلو قوي. بس هتعبي بقى كل البرطمانات بالشكل ده حسب بقى عدد البرطمانات اللي تطلع معاكي. الزيتون بقى لما يكون مقفول، بنلاقي زي ما هو مقفول كده اهوت،
بيقعد معاكي تفتحي عليه تقريبا بعد 3 شهور، وممكن بيقعد معاكي للسنة، يعني بيقعد معاكي سنة كاملة. بس كده البرطمان كله اتملى اهو. هنكمل بقى بقية البرطمانات التانية، نكمل الفايدة. بعد كده ننزل بقى عليه بمحلول الملح حسب بقى البرطمان ما ياخد. مش لازم برطمان يتكبس ولا حاجة بالزيتون. احنا بعد ما البرطمان يتملى كده بنحط عليه على الوش زيت، وبعدين القشر الليمون اللي احنا عصرينه ناخد القشر بتاعه نحطه على وش البرطمان عشان نمنع دخول اي هواء للبرطمان يبوظ لا قدر الله الزيتون او حاجة. ده الصوص اللي كان في الطبق، اللي كان نازل من الطبق كله، ما بيترماش طبعا، بتحط على البرطمان تتوزع. وبعد كده بقى بمحلول بقى الملح والليمون اللي احنا عاملينه هننزل بقى حسب برطمان ما ياخد. ننزل بقى على كل برطمان كده لغاية ما يتملي بالمحلول للآخر. تمام كده، كل برطمان هياخد بقى الكمية اللي محتاجها. بس ونحط على الوش بقى معلقتين زيت، وننزل بقشر الليمون على الوش كله، ونقفل البرطمانات بنحط لها كيس على الوش متن 2 كده، ونقفل بالغطا عليه عشان يمنع دخول اي هواء. زي ما قلنا بيتفتح عليه بعد 15 يوم بالظبط يكون الزيتون استوى بقى تمام. زي ما شايفين كده شكله تحفة ازاي اهو. بيتقفل عليه بقى. متنسوش تعملوا اشتراك وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وتكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم الوصفة. وبألف هنا يا رب.